تعالوا بقى النهارده كده نعمل سافوري شيكن دي وصفة أجنبية يا جماعة، بس بصراحة طعمها خطير جدا. أنا حبيت أجرب الوصفة معاكم. شايفين شكلها من جوه مع سلطة بقى كول سلو مع حبة بطاطس كده، الطعم خطير. يلا بقى نروح على الفيديو ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض. أول حاجة معايا هنا بصلاية كبيرة، ضفت عليها معلقة كده من السمنة صغيرة، وهبدأ أدبلهم مع بعض. هفضل اقلب كده في البصلة لغاية اما لونها يصفر شوية، وبعدين بقى هنزل كمان بمعلقة من الثوم المفروم واقلبها كمان شوية لغاية كده ما تاخد اللون الذهبي ده. وهبدأ انزل بقى دلوقتي بكوسية متقطعة قطع صغيرة بالشكل ده، او ممكن جزراية الموجود عندك، وهنقلب كده كويس جدا. وبعدين بقى هنضيف عليها كان عندي هنا صدر فرخة مسلوق طبعا، تشيلي العظم منه كده وتخليه كويس وتقطعيه قطع صغيرة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنقلبها كده كويس جدا لغاية بقى ايه ما تاخد الطعم من الثوم والبصل والكوسة بالشكل ده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، هيكون عبارة عن بابريكا، معلقة من البابريكا تمام، وهنزل كمان معلقة من الملح، معلقة من الزعتر، ومعلقة من الفلفل الأسمر، وكمان معلقة من بهارات الفراخ. وهقلب بقى كويس جدا الخلطة دي كلها مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيبقى بقى طعمها خطير. هسيبها بعد كده بقى تبرد، هي كده خلاص جاهزة معايا. هقلبها بقى عشان بس تاخد الطعم بتاع التوابل كلها. هجيب بقى هنا حلة عندي، هضيف فيها معلقتين كبار من السمنة، وهنزل عليهم بنص كوباية من الدقيق، وعليهم نص كوباية من البطاطس المهروسة تمام. يبقى نص كوبايه دقيق ونص كوبايه بطاطس مهروسه، وهفضل بقى اقلب الكلام ده كله مع بعض كده، وهضيف عليه رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. شايفين؟ هفضل بقى اقلب كده لغايه ما يتكون معايا عجينه ناعمه وفي نفس الوقت بتتلم تمام. لو حسيتيها متماسكه معاكي شويه ممكن تضيفي حبه حليب صغيرين. هجيب بقى هنا كده الكرنب اللي هو الكابوتشي، مش الكابوتشي الخاص، لا، في كرنب ابيض كده صغير، بشرت عليه جزرتين، وهبدا بقى اعمله الصوص بتاعه. عباره عن هنا نص كوبايه من المايونيز، ضفت عليها معلقه كده كبيره من العسل الابيض، او ما عندكيش عسل ابيض ممكن معلقه سكر عادي. وهنزل عليهم بقى كده بمعلقتين خل ابيض العادي خالص، واقلبهم كويس جدا بالشكل ده اهو. طبعا لازم تقلبيهم كويس جدا لغايه ما يدخلوا كل المكونات كده مع بعضها. وهبدا بقى اصبها كده على الجزر والكرنب بالشكل ده. وطبعا لو حسيتي ان انتي الكول سلو ناشفه منك شويه ممكن تضيفي ربع كوبايه من الحليب. هجيب بقى العجينه بتاعتي اللي احنا عملناها وقسمناها بالشكل ده. طبعا هفردها بقى، هلمها كده كرات وهبدا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعدين هحشيها واقفلها زي الكوبيبه كده بالشكل ده اهو. شايفين بقى؟ وطبعا الزوايد اللي من فوق دي بنشيلها علشان ما تبقاش يعني العجينه سميكه، لا، عايزين العجينه كده رقيقه وتبقى في نفس الوقت شكلها حلو. خلص بقى كل الكميه بتاعتي بالشكل ده. هجيب هنا بيضه احط عليها حبه ملح وفلفل، وهبدا كده انزل بالحاجات اللي احنا عملناها مع بعض، وعلقه البقسماط على طول الكريسبي زي ما انتم شايفين كده. انا كان عندي هنا بقسماط حار، وفي الزيت بقى هنقليهم طبعا في زيت غزير عن كده لو حابه يعني، بس هو كده كويس جدا. وهنقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه لغايه ما تاخد اللون الذهبي المقرمش ده، وهنقدمها بقى مع بطاطس ومع سلطه كول سلو. شايفين بقى الجمال؟ اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في